السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع درس جديد، درس تطبيقي على مستوى القماش. راح نطبق اليوم نموذج للسروال واسع نوعا ما وبالطيات، والأهم أنه حزام دائري. يعني هذا الحزام راح يجي على شكل دائري. السروال راح من النوع الواسع وفيه طيات، يعني في بدل البانسات راح نعمل زوج طيات. راح نشوفوا النموذج هذا كيفاش راح نخدمه. بداية بالنسبة للقماش اللي راح نستعمله، القماش المستعمل راح يكون كريب باربي، ولكم الحرية في استعمال أي قماش من أنواع الباربي، عفوا من أنواع الكريب، سواء كريب أمريكا، كريب باربي، كريب ميلكا، هادو كامل نورمال يساعدوكم. او حتى قماش مثلا هذاك الاكاغو ثاني يصلح، يعني لكم الحريه في ذلك، لكن انا نفضل يجي في الان، يعني ما يجي لا مخطط لا مزركش ولا شيء، احسن باش يبانوا فيها الطيات، لكن هذه تبقى حريه شخصيه بالنسبه للقماش. اذا احنا قبل ما نروحوا نشوفوا القماش، يعني نعملوا تحويل بسيط هكذا على مستوى الباترون. إذن راح نبداو بجزء الأمام. عندنا الباترون الأساسي للأمام، باترون السروال للأمام. الأمام فقط اللي راح يحتوي على الطيات. هنا بالنسبة للباترون الأمام راه جاي كيما هكذا، ما تشوفوش ليه قطعة. هذا الجزء خاص بس بالجيب، دونك هو راح يجي هكذا متصل. اوكي، إذن راح ننسخو الباترون الأساسي كخطوة أولى باش نقدر ندير عليه التحويل. والتحويل هذا النوع البنات راه يجي سروال كاري، الوراء راه يبقى تقريبا نفسه، فقط باتساع صغير هنا في الجانبين هنا، لكن لابانس راح نخليها في الوراء، يعني حتى الوراء ما راحش ندير فيه طايات. الوراء اذا درت فيه طايات نحس راح يجيني باشا، لكن الامام راح نعمل عليه طايات. تابعوا بالنسبه للكيفيه راهي سهله جدا. راح ننطلقوا من الباترون الاساسي تاع السروال، راح ننسخو. اول حاجه نسخ الباترون الاساسي للسروال. نسخ الباترون الاساسي للسروال. وهذا الفراغ اللي هنا راني كي قصيت الجيب خرج لي فقط. نسختو تاني، ما ننساوش لي بانس نزيدو ننسخوهم. لا بانس يعني فرد وحده في الامام وفي الوراء كيف خلاص انتهت مهمته. مباشره نرسم لا بانس. راح نرسم لا بانس. الطول تاع لا بانس في الامام فيها 9 8 9 في هذه الحدود. اللي تحدثت عليه، اول حاجه نبداو على التفاصيل الصغيره. راح نبدل لون الماركر باش تتضح التعديلات. اذا اول تعديلات راح نعملوهم هي هنا على هذا المستوى وعلى هذا المستوى تاع، يعني منين كاين الحجر، يعني هنا كامل راح نهبط بشكل افقي، ما راحش ندير ايفازي، لا بشكل هكذا مستقيم، بشكل مستقيم، ما راحش نعوج ولا ندير الايفازي، راح نهبط بشكل مستقيم، نهبط هكذا بشكل مستقيم. نبدا اول حاجه على مستوى لافورش، هذه اول حاجه راح نعملها على مستوى لافورش. نهبط بشكل مستقيم، ما راحش نعوج، هكذا بشكل مستقيم. هذا التوسيع الاول حتى نتحصلوا على السروال يجي كاري، يجي هكذا مستطيل، يعني لا مربع شكل مربع. نسيي ما ندخلش هكذا وما نعوجوش بشكل مستقيم. اوكي هكذا بشكل مستقيم. نفس الشيء راح نعملها من الجهة المقابلة بنفس الكيفية. راح نهبط، شوفوا نروحوا لأكثر نقطة
يعني خارجه هنا اكثر نقطه هي هذه هي يعني المسافه، ولا هذا هو الموضع اللي نحسوه خارج بزاف، يعني هذا هو. وما تنسوش في رسم السروال ما لازمش يجي مقوس بزاف، يجي هنا تقريبا تحسوا انه مسطح شوي. نروح للبلاصه هذه، واش ندير تاني كيف راح نهبط تاني بشكل مستقيم، عادي بشكل مستقيم بهذا الكيفيه. ما تعوجوش، ما تخرجوش ايفازي، خاطر هذا الموديل جاي هكذا مستقيم فقط. حاليا شفتوا واش عملت من تعديلات. التعديل هنا، التعديل هنا، والتعديل هنا. درك انتبهوا، حاليا مازال ما خرجتش الطايات. واش راح نعمل باش نخرج الطايات؟ اول حاجه هاد لابينس على مستوى لابينس هذه ما راحش نخيطها تكون على لابينس، وانما راح تكون على شكل طايه. هذه راح نخليها على شكل طايه، ولكن الطايه تاعها راح تجيني قليله، لازمت لي نزيد فيها. وراح نزيد نخلق طايه خلاف في المنتصف المسافه هذه. دوك نروح نقيس المسافه هذه مين كاينه منتصف لابينس، لقيت شي تقريبا 12.12 ونص، يعني 6.25. ندي المنتصف هنا تاني راح نخرج بانس، ماشي بانسه، يعني نعمل ساعه خط الى غايه الاسفل بشكل مستقيم الى غايه الاسفل. لغايه الاسفل ما نعوجوش. استعملوا من مستحسن المسطره هكذا كبيره احسن. دوك نعاود لكم باش نفهمكم مليح. لاحظوا هنا حكمت منتصف المسافه هذه، هاي عندي هذه المسافه من هنا الى غايه هنا، عملت المنتصف. الان تبقات لي هنا نروح للمنتصف تاع لابينس. كيف نروح للمنتصف تاع لابينس تاني راح نهبط بشكل مستقيم. اصلا هذا الخط راه موجود اللي يسمى بخط الكسر، اذا كان تشفاو على مستوى الامام عندنا خط الكسر، ولا يسمى بخط الكوي. نحاول كيفاش ما نعوش برك لغايه الاسفل. اوكي، اذا حاليا هذا واش راهي عملت. الان راح نقيس الطول الكلي، لان القالب اللي نسخت منه الباترون الاساسي ما لحقش الطول الكلي للسروال. انا هنا راح نحتاج فيه 98 سنتيم كل وحده، والمقاس تاعها كل وحده ومقاسها 98 هنا. انا حيخرج لي 98 هنا. اذا هذا هو السروال. حاليا واش راح نعمل؟ راح نقص الحدود الجديده للسروال، راح نقصهم الحدود الجديده للسروال، يعني نتبع منين كاين اللون الازرق ونفوت من هنا كامل. اذا بعد ما قصيت على الحدود الزرقاء، الان واش راح نعمل؟ على مستوى الخطين هذو اللي انشأتهما راح نعمل هنا ثاني كيف قصات. راح نعمل قصات. نحكم هذا الجزء. اذا بعد ما حكمتهم باش ما يديروش من هنا، راح نواصل القص الى غايه الجزء العلوي بهذا الشكل. شوف هكذا خلاص. هذا نسميها قطعه واحده، هذه راح نسميها قطعه 2، هذه راح نسميها قطعه 3. من المستحسن هكذا نرقموهم احسن واحسن. نزيد نقص هذا الخط اللي رسمناه تاني.
حاليا راه واجد. حاليا راه واجد. الان واش راح نعمل باش ما نكثرش عليا الخدمه؟ واش راح نعمل مباشره؟ دوك نجيبوا القماش وراح نحط هذا القطع هكذا، وراح نخلي مسافه. هاد المسافه هي قيمه الطايات. شحال قيمه المسافه هذه؟ على حسب قيمه الطايه اللي بغيتيها، على حسب تقريبا الاتساع اللي بغيتيه. كيما انا هنا، كيما هذا الاخر ديجا عندي مسافه شويه، ها هي شويه المسافه هذه. راح نزيد حوالي هنا يمكن ندير 6 سنتيم. يمكن هنا الاتساع هذا ندير فيه 6 سنتيم، اما هذا راح ندير فيه 9 سنتيم. هذا يمكن ندير فيه 9، هذا ندير فيه 6 سنتيم. هكذا تكفيني. بالنسبه للامام يجيني مليح. هذا 6 منه، هنا ندير فيه 9 سنتيم. اما بالنسبه للخلف، الخلف ثاني راح نحطه مباشره على القماش. واش راح نعملوا؟ شفتوا كيفاش عملنا هنا؟ بالنسبه للامام هبط بشكل مستقيم في الجهه تاع لافوغش، وجهه هذيك من جهه تاع الجنب. كيف الخلف هذا واش راح نعمل؟ الحاجه الوحيده اللي راح نعملها في الخلف اني راح نهبط بشكل مستقيم هكذا هنا، وراح نزيد نهبط بشكل مستقيم هنا. هذا واش راح نعمل في الخلف، راح نعمله على مستوى القماش احسن، خير ما نضلوا ننسخوا في يعني على مستوى الورق، لانه الورق ما فيه حتى حاجه معقده، ماشي كيما الامام يتطلب من نعملوا العمليه هذه. الان راح نتحولوا على مستوى القماش. اذا قمنا بطي القماش على 2 جهه عرض القماش، والطول كما راكم تشاهدوا في هاي لا ليزيار تاع القماش، معنا هذاك هو الطول، والقماش قمنا بطيه على 2. الان واش راح نجيب الباطرون تاع الامام. هذا يمكن يكفينا، شوفوا يمكن يكفينا قماش. اذا قلت بالنسبه للقماش اذا كان كفانا، ما نظنش يكفينا، لانه ما نظنش قصدي يعني العرض هذا كامل يكفي للامام والخلف، خاطر هذا القماش جاي عفوا هذا السروال جاي شويه واسع. اذا احنا راح نضطر انه يعني نفسدوا شويه، يخرج لنا لي شوت. راح نضطر نحتاج دوبل تاع القماش هذا. لا غالب هذا الموديل جاي مخدوم كيما هكذا، والا زعما اللي ما يحبش يقدر العرض تاع القماش يحطه هو الطول، والطول يحطه هو العرض. اذا قلت لكم من مساوئ هذا الموديل انه يخرج لنا لي شوت، هذا هو المشكل يعني اللي مش مليح، لكن باهي من حيث الجمال مليح. اذا نحكم القطعه الاولى واش راح نعملها، نحكم بالدبابيس هكذا. قطعه واحد نحكم بالدبابيس بهذا الشكل. قلت لكم والا تقدروا هنا تعكسوا زعما جهه الطول تحطوها هي جهه العرض، جهه العرض تحطوها هي جهه الطول، يعني يبقى. لكن انا ما نفضلش هذا الامر. مباشره تقدروا لي شوف كش ما تخدموا بهم حاجه. انا هنا راح نعمل حوالي 6 سنتيم. 6 سنتيم المسافه، 6 سنتيم تكفيني في الطايه الاولى. ما نحبش يجيني فيه طايات بزاف، وما نحبش يجيني واسع بزاف. اللي حبيت تحصل على اتساع كبير تزود هنا المسافه. انا هنا احنا 6 سنتيم راح يكفينا ويجينا مليح في البانسه الاولى. اذا هاي 6 سنتيم حاجه مليحه. حتى في الاسفل راح نقيس 6 سنتيم هكذا، نضمن انه نحي راسي باش تشوفوا مليح. اذا هاني انا قصت من هنا 6 سنتيم، قصت من هنا 6 سنتيم حتى من الاسفل قصت 6 سنتيم، يعني كامل هذا البوند هنا اللي خرجت لي 6 سنتيم. اما الثانيه راح نعمل فيها 9 سنتيم، نعملوا فيها 9 سنتيم. تقدروا ديروا اقل، مثلا عرض الطايه ديروها غير 2 تخرج لك هنا 2 و2 تخرج لك شي 6 سنتيم هنا، وهذا ثاني يخرج لك شويه صغير. يعني دبر راسكم من حيث الطايات، تحبي تزودي المسافه تحبي تنقصي خلاص. اذا 9 سنتيم هذه المسافه اللي زدتها تنفحي منفحت لك مثلا ما بغيتيش 9 حسيتيها شويه بزاف، عادي ما كاش مشكل، نقصي.
لكن انا 9 سنتيم راح تجيني حاجه مليحه، احسن واحسن. راكم تلاحظوا هنا ما بقاليش بزاف للوراء، يعني راح نضطر اني نزيد مسافه كيما هكذا، راح يخرج لي دوبلي. نقصو. اذا سوف نقوم بالقص على بعد 1 سنتيم. انا هنا واش راح نعمل، راح نكرونتي باش نعرف بلي هاد الاماكن حق الطيات، نعملهم طيات. هنا راح نكرونتي من قيمه لابينس، هاي قيمه لابينس، قيمه تاع لابينس هاي. خلاص ها نكرونتي هكذا، ما نكسرش راسي، نلقاهم بيان. هنا تاني كيف اللي حبت تزيد في الساعه تزيد، اللي حبت تنقص، لكم الحريه في ذلك. هيا نوري لكم الجهه السفليه كيفاش قصيتها. نزيد ساعه نقص من هنا، نمشيو بشكل مستقيم. فوالا نتاني وين. هاي نشوفوا الجهة السفلية. نقص هنا نقص على بعد 2 ولا 3 سنتيم حق الخفة. هذا هو النموذج، نخبيوه كما هكذا. دوك نفوتو للوراء. إذن راح ننتقلوا الى الخلف راه ساهل، ما فيهش تعقيدات، يعني بشكل سهل جدا جدا. واش راح نعمل، نحطوه هنا، نحطو الباترون عادي، من بعد نحكموه بالدبابيس او نقدر ننسخ. ومن بعد واش راح نعمل توسيعات من الجوانب. اذا راح ننسخ الباترون الاساسي. انا قمت بنسخ الباترون. هنا مش راح نعمل بعد ما نسخت. شوفوا بعد ما نسخت راح نهبط بشكل هكذا مستقيم. راح نهبط بشكل مستقيم من الجهه هذه، راح نهبط بشكل مستقيم من الجهه هذه. هذا واش راح نعمل. انا نهبطوا بشكل مستقيم من هذه الجهه، ها هو نهبط بشكل مستقيم هكذا. نفس الشيء بالنسبه لهنا، كيف بشكل مستقيم.
الان راح نجيب هذاك السروال تاع الامام اللي قصيناه باش يكونوا نفس الطول. كي نجي نقص لازم نحدد نفس الطول، نحطه فقط من اجل تحديد الطول. هذا مكان نحدد من اجل الطول. نروحوا للجنب، هو اللي يهمنا، هو اللي يجي نفس الطول. نروحوا للجنب نحطوه كيف سوا نفس الطول. هاو هنا اذا الطول يجينا هنا. ولو من بعد في الخياطه كنحس واحد فايت خوه بشويه مش مشكل، بنصف سنتيم ولا اقل، خاطر ديما ماش نقصوا فيهم كيف. هيا نقصوهم الان، نقصوا الخلف. نقوم بالقص، نتبع منين تراصيت من هنا، نزيد نقص من الجهه هذه. شوفي اذا كانت الكاميرا واضحه ولا لا. اوكي صافا واضحه. نتبعوا فقط شكل السروال الباترون الخلفي مع اتساع من هنا فقط. انا نمشي بشكل مستقيم الى غايه الاسفل. اذا هذا هو النموذج. راح نكرونتي لين كاينه لاطينس باش نعرف صاي. الامام والخلف رانا وجدناه. دوكا راح ننتقل لنقطه مهمه جدا واللي هي كيفيه رسم باترون الحزام الدائري اللي على بالي بزاف راهي يستنى فيه. اذا لنقوم برسم باترون الخاص بالحزام الدائري. الحزام حنا اللي تعرفنا عليه من قبل هو حزام مستطيل فقط، مجرد قص القماش على شكل قطعة مستطيلة مثلا عرضها 12 سنتيم، طولها هو تقريبا بدورة الخصر زائد 4 سنتيم في هذا الحدود. لكن مرة هذه راح نرسمو باترون الحزام الدائري. وش الفائدة تاع الحزام الدائري؟ وش هو الفرق بين الحزام الدائري والحزام المستطيل العادي؟ الحزام الدائري هو الفائدة تاعو انه يجي على لاطاي، يعني ينحي لنا هذيك الزيادات اللي نلقاوهم في الحزام المستطيل. شفتوا كي تلبسوا السروال تاع الحزام المستطيل راح تلقاو واحد الزيادات هكذا يخرجوا، يعني ما يجيش لاصق على الجسم، خصوصا اذا كان حابه تخدميه مثلا للمناسبات، قال العرس وتلبسيه من فوق بيوستي. اكيد راح تلاحظي هذا العيب خاصه للناس اللي عندهم مثلا مؤخره بارزه هكذا من الوراء، راح تلقاي فراغ يبان هذاك الفراغ، يعني ما يجيش لاصق مع الجسم، خصوصا اللي عندهم خصر منحوت وجميل. من المستحسن يخدموه يعني بهذا الدائري ولا المقوس، ما نقولش دائري نقولوا مقوس منحني. اما الناس اللي راهي تعاني من الغازات وعندها بطن شويه، انا ما ننصحكمش به، ننصحكم بالحزام العادي، لانه الحزام العادي يمد لك شويه مسافه تقدر البطن تاعك تلقى راحتها مع الغازات وكذا والمصران، فهمتوا؟ اذا لكم الحريه في ذلك. اذا بالنسبه لهذا الحزام نقدروا نستعملوه على مستوى الطنوره ونقدروا نستعملوه على مستوى السروال، يعني في زوج راهم كيف.
كيفاش راح نخرجوا هذا الباترون؟ اول حاجه راح نعملوها، راح ننسخوا الجزء العلوي. لاحظوا مليح الباترون تاعي مسكين راح فيها. تهمني نخلي مسافه من الاعلى، يهمني الجزء العلوي. او الجزء العلوي هذا اللي يهمني. هذا هو الجزء العلوي، هذا اللي يهمني. شوفوا نرسم الان لابينس، نرسم لابينس. شفتوا وين كاينه لابينس؟ لابينس جايه هكذا، نرسمها 9 سنتيم. هذا الامام، هذا الامام. اوكي، هذا جزء الامام. بالنسبه للعرض تاع الحزام، شحال نحب ندير فيه العرض تاع الحزام؟ نحب نعمل فيه حوالي مثلا 4 سنتيم في العرض، مثلا 4 5، كل وحده واش راهي تحب. انا نفضل مثلا 4 سنتيم، 4 سنتيم، نفضل 4 سنتيم. اوكي، تلاحظوا دركا واش راح ندير؟ مباشره راح نقص. وشفتوا وين كاينه هذه المسافه، هذه راح نغلقها. هذا راه الامام، الخط الثاني راه كيف يعني ما كاينش فرق، بنفس الكيفيه ننسخ. دوك اللي حبيت تعملوا عريض تعملوا عريض، انا العرض ما راحش ندخل فيه بتاتا، ما راحش ندخل فيه. شوفوا كيفاش البنات يولي مقوس بمجرد انني سوف اقوم بغلق البانساتي. شوفوا كيفاش يرجع هكذا. ما عنديش شريط لاصق، المهم هو يتقفل هكذا. هاو الشكل كيفاش راح يخرج لنا. هذا نسميه امام، نسميه الامام. نسميه الامام. اوكي، دوك نفوتو للورا بنفس الكيفيه. ولكن عندكم ملاحظه، حنا اثناء القص راح نقص، ولكن نخلي شويه مسافه هنا ومسافه. هذه جهه مغلقه. شوفوا هذه من هنا جهه مغلقه، هذه جنب، كتبوه جنب. هذه جهه مغلقه، لازم هذه هي جهه الامام، جهه مغلقه. هذه مثلا يسار باش تجينا اليمين، راح يخرج لنا هكذا. فهمتوا؟ حنا كي نقصوا دوك نشوفوا كيفاش يخرج لنا. لكن انا هنا راح نزيد مسافه مثلا انا كي نجي نخيطو ليه ما يخرجليش الاخر كبير على هذا. انا هذا كيجيني كبير نقدر نقص منه خلاص. انا هنا الجنب ما يهمنيش، راح يجيني هكذا. نروح نزيد نقص عفوا ننسخ الورا بنفس الكيفيه. كيف ننسخ. هذا الورا. اوكي، لابينس، نسينا لابينس. نعمل فيها 12 سنتيم. كيف راح ندير نفس العرض اللي هو 4 سنتيم. العرض تاع الحزام يكون هو 4. هذا صبر، هذا هو الجنب، عفوا هذا الخلف معناه جهة مغلقة. وهذه جهة الجنب. ندير حسابنا
نكتبو هكذا. هذه جهة الجنب، هذه جهة الجنب، هذه تكون جهة مغلقة. كيف راح نرسم خط هكذا، نقص شوفوا بمجرد نقفل هاو كيفاه، شوف كيفاش يرجع. الان حنا لازم نطبقوا على مستوى القماش باش تشوفوا النتيجه اللي راح تخرج لنا. نقوم بطي القماش على 4، هاي على 4، وتكون هذه هي الجهه المغلقه. ثم آتي بهذا القطع، هذه هي تاع الخلف، معناها هذه هي الجهة المغلقة، هذه تاع الخلف، هذه هي الجهة المغلقة. احكموا بالدبابيس. هنا راح نزود شويه المسافه تحسبا، نزيدو تحسبا فقط، نقص هذا الخلف، هذايا راه الخلف. شوفوا على واش راح نتحصلوا، شوفوا واش راح نتحصلوا على هذا. نورمالمون يجيني هكذا، واش اللي درتو، نصبر واش اللي درتو، جهة الجنب القطعة، شوف كيف شوفوا نورمالمون نحط شوفوا كيف ما نعاود نطوي برك مليح. هيا هذه هي الجهه المغلقه. شوفوا لازمت لي نحطها مليح. هذه حكيتها كيما حكايه الكول اوفيسي، وكان نعوج شويه هكذا، شوف كيفاش حيخرج لي حاجه نورمال. شوف ما تولهتش بصح كاين فرق كبير. شوفوا هذا علاش خرج لي هكذا، علاش خرج لي فيه شويه انحناء. هنا نورمالمون يخرج لي هكذا هابط شوي، من هنا جا كل مليح، جا هكذا يهبط الحق هنا طلع شوي. علاش؟ خاطر حطيته هكذا، عوجته هكذا بسبب الدبابيس. هاي لازم تحكم بالدبابيس، لازم هذا هاو كيفاش يجي هكذا خط معاه. لو كان نعوج شويه يخرج لي بالعفسه هذه مزيه. صارت باش نفس الشيء، نفس الملاحظه راهي في الكول اوفيسي، كيف بنفس الكيفيه. نتأكد المرة هذه. هاي مليحة. شفتوا الفرق؟ حاجة صغيرة قدام هكا. شوفوا كيفاش خرجت هنا وشوف كيفاش خرج لي هنا. شفتوا الفرق؟ راكم تلاحظوا في الفرق؟ راكم تلاحظوا في حاجة صغيرة تاع ما حطيتوش مليح
عوج ليه شويه لانه ما حكمتش هكذا بالدبوس. هاو النتيجه. المهم هذا تاع الخلفه. على كل حال ما كاش فرق بزاف بين الخلف والامام معاه. المهم هذا تاع الخلف مثلا نحط له هنا هذا تاع خلف، ندير له خلف هيا نحكمو بالدبابيس هكذا. دوك نزيد نوريها لكم مليح. هذا نطيشو نوريها لكم مليح في الامام. نحط يصراو هاد العفايس باش كيف شوفوا نروحوا للجهه المغلقه. الجهه المغلقه حطوها هكذا مليح ماشي كفي ولا نطوي القماش. نحتاج على 4. ها نطوي القماش هكذا كيف. ها نتأكد انه المسافة كافية للطية. نزيد نأكد على هذا الأمر تاع قبيل. ملاحظة مهمة البنات في الصامين وثاني في الكول شفاو عليها في الكول اوفيسي. كيف كان ما ديريش العفسه هذه راح يخرج لك حاجه جهه مغلقه. ها هي الجهه مغلقه وكان تعكسي شويه هكذا شويه برك تبان لك. ها شوفوا تبان لك ما تتولهيش بصح شوفي فرق صغير يخرج لك مشكل كبير. لازم هكذا ما تعكسيهش هاك. هذا يجي مع هذا. نحكمو بالدبابيس. نرجع هاي حرجع. نزيد نتأكد. لازم لي هكذا نفتح ونتأكد ديجا هنا مليحة. هاي مليحة مع انه في القصة شوف كيفاش خرج لي بصح معليش. يخرجوا لنا البنات دوبلي كيما هكذا يخرج لنا باش نديروا لهم بطانة. هذا بطانة تاعو. هذا الامام. هيا هذا الامام بس. ها منا فصلنا خرجنا الامام خرجنا الوراء بالحزام تاعهم كلش تاعهم.